يعتمد علاج التسمم الدموي هيموراجيك سيبتيسيمي عند الأغنام بشكل أساسي على التدخل السريع باستخدام المضادات الحيوية في المراحل المبكرة جدا من المرض، حيث يتطور المرض بسرعة وقد لا تنجح العلاجات المتأخرة. العلاج الدوائي: المضادات الحيوية. تعتبر المضادات الحيوية التالية فعالة ضد البكتيريا المسببة بستريلا باستورال. أوكسي تتراسيكلين. أوكسيتتريسيكلين يعطى بجرعة 10 ملغ في كيلوغراما عن طريق العضل لمدة من 3 إلى 5 أيام. إنروفلوكساسيني. إنرفلوكسيسي يعطى بجرعة 5 ملغ في كيلوغراما عن طريق العضل لمدة 3 أيام. سيفترو-إيكسون. سيفترايكسون خاصة الحالات الشديدة، وغالبا ما يدمج مع تازوباكتام. فلورفينيكول. فلورفينيكول من العلاجات الحديثة والفعالة جدا في حالات الإصابة التنفسية المرتبطة بالتسمم الدموي. خيارات أخرى تشمل السلفا، التولاررومومين، والأموكسيسيليلين. العلاج الداعم والسلوكي: مضادات الالتهاب. استخدام خافضات الحرارة ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مثل ميلوكسيكام أو فلونكس لتخفيف الحمى والألم. السوائل الوريدية لتعويض الجفاف ودعم حالة الحيوان العامة. العزل: يجب عزل الحالات المصابة فوراً عن بقية القطيع لمنع العدوى. الوقاية أهم من العلاج. بما أن نسبة النفوق عالية، تظل الوقاية هي الحل الأنجع. التحصين: استخدام لقاح التسمم الدموي المقتول كيلد فاكسين. اللقاح الزيتي ويلاجيفنت يوفر حماية لمدة من 9 إلى 12 شهرا ويعطى سنويا. التوقيت: يفضل التحصين قبل موسم الأمطار أو التغيرات المناخية الحادة بشهر واحد على الأقل.